تعالوا بقى النهارده نجدد كده في طرق تقديم الفراخ ونعملها بطريقه تحفه. يلا بسم الله. اولا كده معانا مكعبات من الفراخ او وراك او صدور اي حاجه، نحط عليها معلقه من الثوم البودر والبصل البودر، رشه من الزعتر، ورشه من الملح والفلفل الاسمر، ورشه من البابريكا، ومعلقه صغيره من الدبس الرمان زي ما احنا شايفين كده، ومعلقتين من الزيت، وفصين توم كده هنبشرهم عليها. وبعدين نبدأ بقى نقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا، ونسيبهم بقى منقوعين على الأقل خالص ساعة، يعني ما ينفعش يتنقعوا أقل من ساعة. وبعد كده نبدأ نسيحهم بقى في أسياخ بتاعة الشيش طاووق اللي هي الخشب زي ما احنا عارفين كده. وبعد كده نروح نجهز طاسة سخنة جدا ومدهونة بالزيت، وبعد كده نبدأ ننزل بقى بأسياخ الفراخ بتاعتنا في الزيت بعد ما يسخن حلو جدا. طبعا دي دهنة بسيطة جدا من الزيت، ونبدأ نقلب كده على كل الاتجاهات لحد ما تاخد اللون الجامد اللي انا هوريه لكم ده. بصوا كده ما شاء الله تحفة جدا. نبدأ بقى نشيلها من الطاسة، وفي نفس الطاسة اللي احنا شوحنا فيها الفراخ بتاعتنا هنبدأ ننزل بقى بمعلقتين من العسل الأبيض وعليهم عصير ليمون زي ما هنشوف مع بعض. والطاسة هنا متعلق عليها برضو ما طفيناش النار ولا اي حاجة. نبدأ نعصر بقى ليمونتين على العسل ونقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا نشيل البذر اللي نزل من الليمون ده، نقلب العسل مع الليمون، ونرجع بقى الفراخ بتاعتنا في الصوص ده. بجد تحفة، طعمها حلو جدا وطعمها جديد جدا جدا. ونقلبهم كده في الصوص ده على كل الاتجاهات، ونسيبهم كده دقيقة دقيقتين لحد ما يشربوا من الصوص ده حلو جدا وياخدوا الطعم التحفة ده. وكده خلاص تكون خلصت معانا. نروح بقى نقدمها في الأطباق بتاعتنا، ونديها رشة من الشبت كده او البقدونس على الوش او الريحان، اي حاجة متاحة عندك. وكده خلاص كله اجمد شوية فراخ. بجد الطعم جديد والتحفة وجوسي جدا زي ما احنا شايفين، وفيها اللمعة التحفة. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.